السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيديو قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم يا رب العالمين، يا رب قويهم وصبرهم على ما هم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفيديو جديد على قناة زملكاوي في سلسلة كأس الأمم الأفريقية 2024، كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار 2024. كانت المفروض كده في 23 لكن هي 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حلقة جديدة من ضمن حلقات سلسلة توقعات. هنتكلم عن هنتكلم بقى عن التوقعات اللي غلطت معانا في آه حلقة دور المجموعات، وهنتكلم عن التوقعات اللي كانت صح والتوقعات اللي كانت غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا على الحلقة. نبدأ بالمجموعة الأولى. كان عندنا المجموعة الأولى أنا كنت توقعت ساحل العاج كانت تبقى مركز أول. دي كانت أول غلطة معانا. ساحل العاج ما طلعتش مركز أول في البطولة. وتوقعت نيجيريا مركز تاني، دي تاني، دي أول واحدة صح معانا. توقعت غينيا الاستوائية مركز تالت، تالت حاجة. تاني حاجة غلط، توقعت غينيا بيساو مركز رابع، ودي كانت تاني حاجة صح. المجموعة الأولى أنا خدت منها في التوقعات 2/4، لأن توقعت 2 صح و2 غلط. ماشي، نيجي المجموعة التانية. توقعت ان غانا مركز اول، وده كانت اول غلطة. وتوقعت ان مصر هتبقى مركز تاني، دي صحيحة الحمد لله. توقعت ان كاف فيردي اللي هي الراس الاخضر تبقى مركز تالت، دي غلطة. توقعت ان موزمبيق هتبقى مركز رابع، ودي صح. يبقى خدت برضه في المجموعة دي 2/4، 2 صح و2 غلط. يبقى لحد دلوقتي انا جايب 4/8. المجموعة التالتة دي بقى اللي توقعتها كاملة صح. توقعت ان السنغال مركز اول، وتوقعت ان الكاميرون مركز تاني، توقعت ان غينيا مركز تالت، توقعت ان جامبيا مركز رابع، ودي خدت فيها 4/4. ماشي. المجموعة الرابعة دي بقى وطينتها خالص. في المجموعة الرابعة هي ولا المجموعة الخامسة هتشوفوا دلوقتي. المجموعة الرابعة انا توقعت الجزائر مركز اول، غلط. توقعت بوركينا فاسو مركز تاني، دي صح. توقعت ان موريتانيا مركز تالت، ودي صح الحمد لله. وتوقعت ان انجولا هتبقى مركز رابع، ودي غلط للأسف. انجولا ما طلعتش مركز رابع. مركز اول ده اصلا طلعت انجولا. كانت يعني تخيل تصنيف رابع يطلع اول مرة مركز اول. خدت في المجموعة دي 2/4. حتى دلوقتي انا جايب، عشان تبقوا واخدين مكوى معايا، انا جايب 10/16. يعني غلطان في 6 توقعات، في 6 جبتهم غلط. يبقى لحد دلوقتي 10/16. ماشي. المجموعة الخامسة دي بقى طينتها خالص. توقعت تونس مركز أول، توقعت قصدي مالي مركز أول، ومالي فعلا مركز أول. توقعت تونس مركز تاني، ودي كانت غلط. توقعت جنوب أفريقيا مركز تالت، ودي كانت غلط برضو. وتوقعت ناميبيا مركز رابع، ودي غلط برضو. خدت في المجموعة دي 1/4. تخيل بقى يعني أنا لحد دلوقتي جايب 11/20. مجموعة بقى السادسة، مجموعة المغرب، دي اللي صفتني. جبت المغرب مركز أول، جبت الكونغو مركز تاني، جبت زامبيا المركز التالت، وجبت تنزانيا المركز الرابع. وخدت 4/4. وخدت في المجموعة دي بعد المجموع كله أنا جايب 15/24 في المجموعات كلها، والحمد لله. يعني 9 طلعوا غلط معايا. يعني هو كنسبة مش وحش، مش وحش. في مجموعتين انا قفلتهم جبتهم صح، مجموعة السنغال ومجموعة المغرب. وفي مجموعة جبتها اغلبها غلط، كانت مجموعة تونس، ودول اللي طلعوا معايا غلط. ماشي. نركز بقى في التوقعات الجاية، عشان التوقعات الجاية دي مهمة. ماشي. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات دور 16. النهاردة السبت هتبدأ أول ماتشات. عندنا نيجيريا هتلاعب الكاميرون، وعندنا أنجولا هتلاعب ناميبيا. أنجولا هتلاعب ناميبيا الساعة 7 بتوقيت مصر، ونيجيريا هتلاعب الكاميرون الساعة 10 بتوقيت مصر برضه. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم أنجولا وناميبيا. نتكلم عن أول مواجهة كده. أنجولا هتلاعب ناميبيا في المباراة الأولى. أنجولا حتى الآن أعتقد يعني حصان أسود للبطولة. أقول لك ليه. أول حاجة
عشان تبقى عارف، انجولا كان معاه في المجموعه، كان معاه بوركينا فاسو، كان معاه موريتانيا، وكان معاه الجزائر. انجولا تصنيف رابع، تخيل انجولا تصنيف رابع يطلع مركز اول في مجموعه الجزائر، مجموعه فيها الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو. شوف بقى، دي كلهم طلعوا عليهم مركز اول، وكمان يلاعب احسن توالت مجموعه تونس اللي هو ناميبيا. انت بتتكلم انجولا قد ايه بيانه شخصيه كويسه. انجولا عندها اهم لاعب يعتبر هو موبولولو، المهاجم بتاعهم، مهاجم الاتحاد السكندري على فكره. ده اهم لاعب اتكلمنا عليه يا جماعه قبل كده. سبحان الله، لو رجعت حلقتين سابقه اتكلمت عليه في الفيديو الاسماعيلي والمصري، واتكلمت عليه قد ايه ان هو مهم وقد ايه ان هو قوي زي ما احنا بنتكلم. فده اهم حاجه عندهم، ده اهم ركيزه. انجولا قويه، انجولا قويه جدا. ناميبيا فرقه ضعيفه، ما طلعش بالشكل المهم. خسرت 4 من جنوب افريقيا، كسبوا هو الماتش اللي عملوه، تعادلوا مع مالي طبعا لحد دلوقتي برضو ما بينتش اي يعني قوه ليها، لكن اتعادلت مع ناميبيا في اخر ماتش، يعني كان ماتش تحصيل حاصل، وكسبوا على تونس. دي كان هو اللي اهلهم يفوز على تونس. فناميبيا حتى الان يعني اعتقد فرقه يعني خلاص كانت كفايه عليها وكده ان هي طولت لحد هنا في البطوله. اعتقد انجولا هتفوز وكمان باكتساح. انجولا هتفوز في المباراه الاولى ان شاء الله امام ناميبيا. نيجي بقى للديربي اليوم، ما هو كل يوم في ديربي ان شاء الله يعني. كل يوم في ديربي، يعني ديربي بتاع النهارده كان هيبقى نيجيريا وكاميرون. نيجيريا وكاميرون اخر ماتش اتلعب ما بينهم كان في سنه 2019، كان في بطوله في دور 16 برضو، في بطوله كاس الافريقيه اللي كانت اقيمت في مصر. برضو نفس الفكره. نيجيريا لعبت الكاميرون، لكن نيجيريا فازت 3-2 وخرجت الكاميرون. والكاميرون كان ساعتها بطل البطولة في سنة 2017 على حساب مصر طبعا، يعني أيام طبعا احنا عمرنا ما ننساها. تتكلم نيجيريا والكاميرون، أكيد 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 نيجيريا تفوز. أقولك نيجيريا تفوز ليه؟ نيجيريا تفوز عشان نيجيريا أقل الفرق استقبالا للأهداف، هدف واحد بس من غينيا الاستوائية. فرقة حصدت العلامة الكاملة يعتبر، بس فرقت معاها على جونين يعتبر، وكانت يعني سكة 3 جوان كمان، وكانت تتأهل كمتصدر مجموعة. فيعني اعتقد نيجيريا فرقة قوية جدا، وعندهم فيكتور اوسومين، عندهم شوية لعيبة، سيمونز اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، عندهم كمان مدرب كويس جدا. الراجل اكيد هيفوق يعني مع الماتشات. وعلى النقيض بقى كاميرون جيل خلاص بيشطب، جيل يعني اقوى لاعب فيه هو انجويزا بتاع نابولي، وعندهم اونينا بتاع مانشستر يونايتد، وعمل حوار كتير وخناقات. الراجل لحد دلوقتي ما اثبتش نفسه، لكن هو مش فورمه الصراحه. عندهم فينسنت ابو بكر ما جاش البطوله، اتصاب. عندهم شويه لعيبه كانت كويسه، لكن تشوبو موتينج مش موجود برضو. شويه لعيبه برضو كانت مهمه، يعني في المجمل برضو مش فرقه اللي هي قويه. ما عندهمش نجم موحد للفرقه، فرقه عشوائيه جدا، بيلعبوا كرة عشوائيه جدا. حتى كمان جامبيا مسكتهم غسلتهم في اخر ماتش، وكانوا هيخسروا اصلا يطلعوا من البطوله. فبتكلم الصراحه كاميرون كفايه عليها وكده. حتى اصلا المدرب بتاعهم سونج لحد دلوقتي ما قدمش اي عربون للفوز او كده. فاعتقد يعني الكاميرون كده نهايه المشوار عندها، ونيجيريا تتأهل في المجموعه دي. يعني اعتقد نيجيريا تفوز وتكمل معاها في البطوله. نروح بقى اليوم الأحد اللي هو بكرة إن شاء الله. عندنا ماتش الساعة 7، غينيا الاستوائية هيلاعب غينيا. غينيا الاستوائية، غينيا عندهم نتكلم بقى التاني فعلا حصان أسود للبطولة. احنا فاضل لنا حصان أسود كمان للبطولة، وهنتكلم عليه كمان شوية. تاني حصان أسود للبطولة غينيا الاستوائية، فرقة علامة كاملة، اكتساح لصاحبة الأرض كورتيفوار، اللي هي ملهاش شكل على فكرة، ولسه هنتكلم عليها كمان شوية. لكن اكتساح تعادل مع نيجيريا، وكانوا هم افضل امام نيجيريا. اه وفوز على غينيا بيساو. امام غينيا بقى برو ماكس غينيا، معاهم شويه لعيبه حلوين. اه نبي كيتا بس ما بيلعبش قوي. عندهم شويه لعيبه كويسه وفورمه، يعني هم برضو فورمه، وفرقه برضو عندها خبره كويسه في البطوله، دايما بيتأهلوا، دايما تلاقيهم موجودين في البطوله. لكن لحد دلوقتي اشوف ان غينيا الاستوائيه احسن. ممكن تكون غينيا الاستوائيه ما قدمتش الاحسن، لكن عندهم حارس طعم احسن حارس في البطوله من وجهه نظري. الراجل لعب
3 ماتشات ما استقبلش الا 3 اهداف، فانت بتتكلم برضو رقم كويس، وصد كتير قدام نيجيريا، عمل فورمه كويسه قدام نيجيريا. اعتقد حتى الان برضو ما بانوش بالشكل اللي هو، لكن غينيا الاستوائية اعتقد، يعني انا اشجع المفاجآت في البطوله دي، واقول ان غينيا الاستوائية تتأهل، لانها حتى الان يعني لها شكل افضل على غينيا الصراحه حتى الان ما عملش شكل كويس. زي ما اتكلمت، غينيا الاستوائية واشجع المفاجآت. غينيا الاستوائية فعلا الاستحق وتاهل على غينيا اللي حتى الان ما قدمتش القرابين المخطط لها، هنشوف. نروح بقى للكريزة بتاعت الليلة كلها. مصر هتلاعب كونغو الديمقراطية. مصر، منتخب مصر المجيد هلاعب الكونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية أكتر فرقة عاملة اكسبكتد جول، يعني عاملة أهداف محققة. أكتر فرقة عملت شغل عالي. فرقة كنست المغرب كورة باللغة العامية. قدرت تلعبك. بص، كل الكلام اللي قلتهولك ده ان الكونغو جامدة، الكونغو فرقة قوية كفرقة عادية، ارميه في الزبالة. ليه؟ لأن انت فورمة. انسى بقى دور المجموعات وابدأ من جديد. شجع مصر بكرة من جديد. مصر بكرة تتأهل، وانا بقول لك اهو. مصر ان شاء الله دور التمانية. مش عايز اتكلم كتير عن منتخب مصر، لكن فعلا يعني مهما نتكلم بقى خلاص، هو كلام اتكلمناه كتير ومصر ليل نهار. انا بص مش عايز اتكلم كتير عن مصر. بكره يا عم لو خرجوا والله لا اطلع عينهم. لو كملوا هنطلع نشكر فيهم وربنا يسهل. نروح بقى للماتش بعد كده في يوم الاثنين الساعة 7. موريتانيا هيلاعب كاب فيردي، وان شاء الله نشجع موريتانيا ونعمل لها حلقة بعد الماتش ده. موريتانيا وكاب فيردي، يعني كاب فيردي يعني الحركات، يعني البيبي اللي بيجيب كرة من نص الملعب بجونه بتاع. فرقة محملة وفرقة حلوة. قدام موريتانيا الروح، موريتانيا الجرينتا. فاهم قصدي؟ لا انا اشجع موريتانيا، وموريتانيا ان شاء الله تفوز، وانا مع قلبي مع موريتانيا، لان موريتانيا فرقة محترمة وكلنا اخوات. يعني موريتانيا ان شاء الله احنا قلوبنا معاها، وفرقة يعني قمة. ان شاء الله موريتانيا تعملها وتتأهل. كاب فيردي احسن، كاب فيردي اقوى، لا موريتانيا متأهلة. موريتانيا فرقة برضه، يعني انا برضه مش مع هوجة ان انا اتكلم عن منتخبات، لكن ان شاء الله موريتانيا تتأهل. الساعة 10 بقى بالليل السنغال وكوت ديفوار، دي قمة اليوم هيكون السنغال السنغال وكوت ديفوار. السنغال وقمة، واعتقد السنغال المرشح الاول للبطولة امام كورتيفوار الضعيفه اللي عادت لها الانعاش باحسن توالت بعد اداء مزري جدا، واداء لا شكل ولا لون طعم. حتى هم جريوا شالوا المدرب بتاعهم، ويعني ده كان اول فعلا الخطوات الصح امام كورتيفوار، يعني كحيانة جدا، وهيتم اجتياحها كرويا امام السنغال. السنغال طبعا اقوى، السنغال هي الاحق طبعا، وهي اصحابة الشكل. اعتقد السنغال هتكسبه باجتياح كمان، السنغال هتكسبه باجتياح، لان السنغال مرشح اول البطوله دي يعني الصراحه. اعتقد السنغال افضل بكتير يعني. يوم التلات مالي امام بوركينا فاسو. مالي طبعا هتفوز. بوركينا فاسو منتخب محترم برضو، لكن حتى الان لن يقدم اي شيء. هو ما لعبش الا ماتش الجزائر، وكسب بالعافيه على موريتانيا في اخر ضربه جزاء كده في الاخر. فاعتقد مالي برضو الاحق يعني بالتاهل، ومالي افضل الصراحه. مالي كشكل وككل حاجه مالي افضل، ومالي كشكل مالي خط النص، مالي المسطرة، مالي مظبوطة. لا مالي حلوة جدا، وارشح مالي. نروح لاخر ماتش معانا، وهو ماتش المغرب وجنوب افريقيا. نتكلم بقى شويه على منتخب المغرب عشان ما اتكلمش عليه خالص في اول البطوله. الحاجات بسيطه. جنوب افريقيا هتطلع يعني خلاص بقى هو المغرب، وهنتكلم بقى على المغرب شويه. المنتخب المغربي لعب في البطوله دي 3 ماتشات. اول مباراه كانت امام منتخب تنزانيا، فاز 3-0 باداء كويس، بفورمه كويسه. قادر ان هو يحقق المعادله الصعبه، ان هو فرقه عربيه، فرقه بيواجه الرطوبه. لعيبه قدرت ان هي تزق الدنيا عشان لعيبه رجاله وعشان مدرب راجل. تمام. الماتش الاولاني ما فيهوش عيب. الماتش التاني بقى امام الكونغو الديمقراطيه. المغرب لن تلعب كره. المغرب كانت كسبان 1-0، ما قدرتش ان تفرق. هم ضيعوا ضربة جزاء، وفي الاخر تعادلوا معاك، لكن انت ما كنتش شكلك حلو. اتكلم بكل صراحة. المغرب لم تكن جيدة في هذه المباراة، لم تؤدي اي شكل كويس، ولذلك اتعادلت، وده كان العادل يعني ممكن شوية. وهو حتى اللعيبة خرجت من الماتش ده فرحان ان هم اتعادلوا، ان الجو ما كانش كويس والدنيا ما كانتش صح، وهو تعادل عادل بقى زي ما بيقولوا.
جيت بقى في الماتش التالت امام امام جامبيا. آه... جامبيا امام قصدي اسمها ايه، آه... آه... زامبيا. فقدرت ان انت تفوز بهدف حكم زياش طبعا، وفوز مريح وخلاص وتصدر المجموعة. وكده كده اصلا انت مجموعتك ما فيهاش اي منافسة قوية يعني، وخلاص عدت الدنيا. بنتكلم بقى المنتخب المغربي يعني حتى الآن لم هو عامل فورمة ورجراجي، عامل لعيبة، لكن هل الفورمة مستمرة؟ ده اللي بنتكلم فيه. هل هيتنوا في الفورمة دي؟ هل هيتنوا دايس على الفرق؟ هل هيتنوا زي فورمة؟ هنشوف. كل حاجة متاحة. منتخب المغرب اعتقد مرشح للبطولة، من المرشح الاوائل للبطولة. لو فزت على افريقيا بفرق كويس تقدر ان انت تديهم درس قاسي، ان شاء الله هيوسع معاك الدنيا يعني. وان شاء الله خير للمنتخب المغربي يعني الشعب المغربي، عشان هم فعلا يستاهلوا كل خير. مش عايز اتكلم كتير، لكن دي كانت توقعاتي. توقعنا ان نيجيريا وانجولا ومصر وغينيا الاستوائية، موريتانيا، مالي، السنغال، المغرب هم اللي هيكونوا في دور الثمانية، والله تعالى اعلى واعلم. وباذن الله خير، وموريتانيا تفرحنا، ومصر تفرحنا، والمغرب تفرحنا، ومالي تفرحنا، وكل الناس نفرح باذن الله. وربنا يسهل ان شاء الله، وكلنا نبقى مبسوطين، وربنا يسهل. ربنا يسهل. باذن الله يبقى في ماتش بعد كل فيديو بعد كل مباراة، وهنتكلم النهاردة بإذن الله حصاد اليوم بعد ما نخلص إن شاء الله، وربنا يسهل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء أخوتنا في فلسطين، مش صلى على بس السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انصر فلسطين وأعزها يا رب. انصر غزة يا رب. انصر أخواتنا في فلسطين يا رب. يا رب انصرهم أجمعين. شرف القناة ساعة الكوركس عشان يوصلكوا جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وشكرا جدا لحضراتكم على المشاهدة، وشكرا على الاشتراكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك جميل، وشجعني بكومنت جميل منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.